مساء الخير، ازيكم؟ النهارده انا عملت كفته مشويه. هقولك على 4 خطوات مهمين جدا هتخلي الكفته معاكم زي ما انتم شايفين، ولا تفك منك ولا تقع، متماسكه جدا وطعمها وريحتها بالظبط زي الكفته اللي احنا بنشم ريحتها في الشارع. مستويه من جدا. بصوا شكلها بجد خطيره، وفيها نفس المطه اللي بتاعت الكفته اللي احنا بنجيبها من بره، وبنستغرب معموله كده ازاي. عملتها بمكونات بسيطه جدا جدا، ولا تحتاجي رز ولا بقسماط ولا اي حاجه. اول حاجه هنعملها على نص كيلو لحمه، هنحتاج بصلايه واحده مبشوره ومتصفيه من الميه، دي اهم حاجه. هتنزلي عليها بمعلقه كبيره ملح، نص معلقه كبيره فلفل اسود، نص معلقه كبيره توم باودر، ومعانا معلقه كبيره من بهارات الكفته، دي مهمه جدا برضو. وهنحط كمان نص معلقه كبيره جوز الطيب. البهارات دي خطيره جدا. الاساسي بقى في الوصفه دي اول خطوه نص معلقه من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيخلي الكفته معاكي متماسكه، ما تفكش ولا تقع منك انتوا بتشويها. والخطوه التانية زي ما انتوا شايفين كيس فانيليا. طبعا هتستغربوا ازاي بنستخدم فانيليا على الكفته، بس الخطوه دي صدقوني خطوه شيفات بتاعه مطاعم، لان هي دي الخطوه اللي بتدي ريحه للكفته، ريحه خطيره جدا وبتبقى قلب الدنيا. هنيجي بعدين نستخدم قيمه ربع او نص حزمه من البقدونس الاخضر. هتقطعوا الورق اكتر من العيدان نفسها، يعني تاخدوا الورق منها. هتقطعي شويه بقى من البقدونس، تملي كده كفه ايدك وتحطيها على التتبيله. الحاجه المهمه برضو عايزه اقول لكم عليها، احنا بنجهز التتبيله الاول وبننزل عليها باللحمه زي ما انتم شايفين. انا نزلت بنص كيلو اللحمه، ما بنحطش التتبيله على اللحمه، لا، بنجهز التتبيله الاول. التالت خطوه مهمه جدا اللي انتوا شايفينها دي، جبت معلقتين كبار من اللي هي الضاني. الخطوه دي مهمه جدا، اللي هي الضاني بتدي طعم وريحه بجد رهيبه للكفته، كانك فعلا فاتحه مطعم في بيتك. خطيرة يا جماعة، جربوها. أنا اللي هي الضاني دي لما بستخدمها مع الكفتة فعلا ما بعملش الكفتة غير بيها وبالطريقة دي بالظبط، وبتطلع تحفة. لو اللي هي الضاني انتوا بتجيبوها بتبقى متلجة معاكوا، هتبشريها بالمبشرة. لو سايحة تقطعيها قطع صغيرة بالسكينة وتحطيها مع اللحمة بقى، وتعجني بقى اللحمة مع التتبيلة عجنة حلوة كده، تلميهم كلهم مع بعض لحد ما تشوفي في اللحمة كده فتل صغيرة طالعة منها. الفتل دي هتدل ان اللحمة هتطلع متماسكة معاكي وحلوة جدا. بعد كده الخطوة الرابعة والأخيرة، دي الخطوة مهمة ان انتوا تحطوها في التلاجة قيمة ساعة تمسك نفسها، خطوة مهمة جدا. زي ما انتوا شايفين المية بتاعت البصل حطيت عليها رشة ملح ورشة فلفل، هتقلبوها كلهم مع بعض كده وتسيبوها، لان دي هتنفعني جدا انتوا بتصبعي الكفتة. جبت بقى عصيان كده زي بتاعت الشيش طاووق بس على اتخن شويه، نفس حجم السياخ بتاعت الكفته. لو عندك سياخ بتاعت الكفته استخدميها، بس اهم حاجه يبقى حجمها تخين شويه، ما تبقاش رفيعه زي بتاعت الشيش طاووق علشان الكفته تمسك معاكي ماسكه حلوه. طبعا بعد ما طلعت اللحمه من التلاجة، ابتديت بقى اكور حته في ايدي كده على قد حجم كفه ايدي، وابل ايدي في ميه البصل واصبع الكفته بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها. بتحطيها كده على العصيان او السيخ، وبصوابعك تعلمي عليها، تعملي نظام زي حلقات كده اهو، تعلمي بيها الكفته عشان تطلع معاكي نفس الشكل بتاعت بره. انا بحب الطريقه دي في الشوي جدا. بطلع الصاجه اللي هي بتبقى في اي فرن بوتاجاز عندنا، بحطها على العين البوتاجاز من فوق، بحط عليها كده زي ما انتم شايفين اي شبكه موجوده عندكم في البيت، وبرص عليها الكفته. الطريقه دي في الشوي خطيره جدا، انا بحبها بجد. بحس كده ان انا قاعده في مطعم وبشوي، جميله جدا وطريقتها بسيطة جدا. وزي ما انتوا شايفين يعني الكفتة ولا لزقت مني في الجريل اهو، ولا اي حاجة على الشبكة، بتتحرك بسهولة جدا، وبتحرك وبتقلبي بقى اول ما تاخد معاكي لون تقومي قلبة الناحية التانية على طول. ما تسيبوهاش لحد ما تتحرق، لا، يا دوب تحمر كده لون احمر خفيف وتقلبه. وطبعا برضو القوام اللي انا بتكلم عليه، بصوا الكفتة ما بتحركي فيها ولا بتقع منك ولا بتفك ولا اي حاجة، وانا بحركها اهو جامد علشان اثبت لكم ان هي ماسكة كويس جدا ومش هتقع بالطريقه دي. امشوا بال4 خطوات المهمين اللي انا قلت لكم عليها، هتنجح معاكم وهتطلع كفته خطيره جدا، وريحتها كانت بجد خطيره، وطعمها بصراحه. واللون شايفين اللون ده، ما سبتهاش لحد ما اتحرقت، لا، ما تخليهاش تاخد لون محروق، تاخد لون محمر خفيف، لان هي مش بتاخد وقت. مجرد ما خدت لون ده يدل ان هي استوت.
بصوا من جوه اهي مستويه وحلوه برضو. قوامها بص، القوام ده اللي هو بيبقى زي بتاع الكفته بتاعت بره، اللي هو بتحسوها فيها مطه كده جميله، بنبقى مش عارفين جات ازاي. جربوها وبنفس الطريقه وبنفس الخطوات هتعجبكم جدا. ويا ريت اللي عجب الفيديو يشترك في القناه ويفعل الجرس. انا اسمي منى وقناتي اسمها هناكل اونلاين.